أهلا، البرجر المنزلي بالشواية. شوايتي من هوم إليك قصر الأواني رهيبة يا بنات، لو تشوفون مواصفاتها جدا ممتازة. شوفوا درج الزيوت والملعقة جاية معه، واختيار درجة الحرارة لكل جهة زي ما تحبون. راح أسوي لحم ودجاج. طبعا اللحم ما يحتاج ولا شيء، الدجاج راح أتبله وبكتب لكم التتبيلة تحت. طبعا الدجاج زي ما انتم حابين تتبلونه من ساعة إلى يوم، وأنا أشوف إنه قبل بيوم يكون أفضل. ليش أضفنا عليه زيت؟ لأن صدور دجاج يحتاج زيت، بس مو زي اللحم لأنه يكون مع شحم. طبعا درجة الحرارة بالشواية تختارون كل جهة زي ما تحبونها، هذه من الصفات الممتازة بالشواية. ولاحظوا في جهة مخططة وجهة سادة. السادة تقدرون تسوون عليها تشوون عليها، تقدرون تسوون عليها حميس، أشياء كثيرة، حتى الخبز وتحميرة تسوون عليها. اللحم زي ما قلت لكم ما نضيف عليه ولا شيء، مجرد أننا نحطه ونضغط عليه، نحط عليه الملح والفلفل، انقلبه، وحطيت معاه البصل. وهذا الدجاج بالجهة الثانية حطيت عليهم الجبن ذاب. للصوص راح أحط الصوص الفرنسي، الكاتشب، المايونيز، أي أشياء أنتم تحبونها. أنا بعض الأحيان أحب أضيف مخلل مقطع صغير، يطلع جدا لذيذ معها. ندهن الخبز زي ما نحب، نحط عليه قطع اللحم أو قطع الدجاج. طبعا أنا حمصت معاه بصل أو سويته بصل مكرمل، ترى يطلع لذيذ جدا مع اللحم. حطيته فوقه. تقدرون تحطون خس، تقدرون تحطون مخلل زي ما أنتم حابين أو ما ترغبون بعيلتكم. طبعا هذا الدجاج صار جاهز واللحم صار جاهز. حبيت أسوي حركة باللحم إني أقصه بالنص وأشويه على الشواية. شوفوا كيف شكله طالع، جدا لذيذ يا بنات. صحتين وألف عافية، لا يفوتكم.